بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث في الآية 116 117 118 من سورة الأنعام. قبل ما نتحدث نرجع شوية للدرس الماضي لما تعرضنا لمعنى ولقد استهزئ وهزئ يستهزئ. قلنا انه يبدو يعني احنا مش شايفين انه في مثل يستهزئ بإضافة القصد بإضافة السين والتاء في موضوع سخرة، ويبدو غابت عن ذهني وعن ذهنكم كمان، قصدي اللي حافظين القرآن، انه موجود في القرآن. الحقيقة احنا وقتها شو قلنا ممكن إلها حل، أثرته إلها حل في القرآن. ايش هو الحل في القرآن؟ وإذا رأوا آية يستسخرون. هذا كان في أخ يبدو نبهنا لهذه المسألة. إذن هي في يستسخر، بس إذا بتلاحظوا لأنها مش مستخدمة في الحياة، إن احنا بنستخدم مثلا يستهزئ، بس عمركم سمعتوا واحد بيقول يستسخر؟ احنا بنسمع يسخر، ما هي للمبالغة على فكرة. هاي السين والتاء في اللغة للمبالغة. إذا حبيت أنبه ليش؟ حتى لأنه قلنا في المرة الماضية إنه مش شايفين يعني في سخرة زي هزئ يستهزئ، مش شايفين في سخرة، بس ممكن إلها حل. هذا الكلام موجود في الدقيقة 12 في الدرس الماضي، فأثرتها إلى حل في القرآن، ولكن لم ترد هذه الكلمة إلا إيش؟ مرة واحدة، وإذا رأوا آية يستسخرون. وقلنا السين والتاء هاي لإيش؟ للمبالغة، سواء في يستسخر أو في يستهزئ، طيب، أو غيرها. طيب، أما القضية الثانية قبل ما ندخل في الآيات، وإن كان الآيات بكون إلها علاقة، نتكلم شوي في درعة. نرجع شوية من أيام بلفور. إذا بتلاحظوا كثير إحنا بنعرف عن وعد بلفور اللي أعطاه سنة 1917 وأعطاه في 2/11. يعني شو يعني 2/11؟ يعني قبل أن يتم احتلال القدس، لأن القدس احتلت في 9/12 1917. فاستعجل طبعا، بلفور في إعطاء الوعد قبل احتلال القدس. هو أعطى الوعد ب 2/11 كما قلنا، وتم احتلال القدس ب 9/12 اللي هو تاريخ الانتفاضة. يعني 9/12، بس مش في 2017، هو في 2017 والانتفاضة. طيب، قبل 100 سنة. تمام. بديش أخوض الآن في هذا الموضوع ليش بلفور أعطى. واللي بلفت الانتباه قبل ما يعطي كمان، في 17/10، شوفها 17/10 عندك 2/11 2017 1917 عفوا 1917 كانت انتصرت الثورة البلشفية. لاحظوا، انتصرت الثورة البلشفية 17/10. هو أعطى الوعد 2/11 واحتل القدس 9/12 1917. شو اللي جعله بهذه الطريقة؟ وخصوصا أنه الثورة البلشفية كان معظم قادتها من اليهود، وطبعا وقتها خرجوا من الحرب العالمية، فخشيت بريطانيا أنه هذول الشيوعيين البلاشفة الشيوعيين اللي أكثرهم يهود إنهم يدخلوا في الحرب مع ألمانيا مثلا. فحاول يجذبهم. شو عمل؟ لاحظ، أعطى الوعد أسرع، وفي تفاصيل تانية طبعا مش وقته. ومش وقته أقول الثورة البلشفية وقديش فيها يهود، ما هو لينين يهودي كان أصلا. اللي تفاصيل طويلة في الموضوع سبق إشرنا إلى بعضها في بعض الدروس. لكن في تصريحات بريطانية قديمة إنه أصلا ما ممكن كانوا يحتلوا القدس بدون الجنود المصريين.
المصريين. ما انتم مش عارفين انه المصريين اكثر من 1,200,000 شاركوا في الحروب هاي تحت قيادة بريطانيا، طبعا اكثر من 1,000,000. وما كان ممكن تحتل القدس بريطانيا لحد الان بيعانوا الناس من بدون، زي ما هم مصرحين يعني لما صار في التاريخ، بدون الجنود المصريين. طبعا الأمة جاهلة، كانت الأمة جاهلة وتخلف والسيطرة للقيادات، والناس تثق بقياداتها، وحتى لما توديها على جهنم بيمشوا. بس المصريين لا. طيب لكن بدرسكم مش هذه المسألة، ايش مشاركة يعني جنود العرب في مساعدة الغربيين في احتلال بلاد المسلمين؟ ما بدرسكم مش اياها. بصيروا يسبوا قلعة بالفور، بيسبوها بالفور، وبيغطوا على مين؟ بيغطوا على القيادات اللي لا تزال موجودة، اللي خانت الأمة وساعدت الغرب احتلال عالم المسلمين. طيب بلكي يوم يجي نفصل كل البلاد وكيف تم احتلالها بمساعدة بدماء المجاهدين العرب المسلمين. المجاهدين قال هذه جهنم بتكون فتحت أبوابها، بسموهم مجاهدين بعدين لا يكون شهداء كمان، لا يكون شهداء كمان اللي بقاتلوا تحت لواء الكفار. ولا بحسبوا الناس انه هاي مسلم خلاص شهادة، هيك شهادة مسلم، شهادة تأخذها وخلاص، يعني أبوك وأمك مسلمين خلاص. وهم الكفار في المسلمين أكثر بجوز من الكفار في غير المسلمين، وإحنا مش دارين. طيب وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كله يعني. طيب هذا بالفور، ما تعودوش تسبوا على بالفور. يعرفوا في مين قاتلوا البريطانيين، يعرفوا في مين قاتلوا وكيف يحتلوا العالم الإسلامي، لأن المسألة بتتكرر قاعدة، المسألة بتتكرر وبيقاتلوا. طيب هذولاك ما كانوش واعيين، وقبائل وبتمشي ورا زعماتها الخاينة وغير الخاينة، بس طبعا في ومضات في العالم الإسلامي شيء خارق. عبد الكريم الخطابي في المغرب شوفوا كم سنة وكم هزم جيوش متطورة هزمها. عبد الكريم خطابي، عبد القادر الجزائري، عمر المختار، سين ما كانوش أي. تمام. طيب وفي المقابل في طبعا خونة في المقابل. طيب جينا الآن لموضوع 48، وانا سبق حكيت لكم، لذلك بدي امر بسرعة مشان نستفيد يعني من الدرس. 48 1948 كانوا المجاهدين سواء في فلسطين او اللي قادمين من بلاد العرب او المسلمين، وعلى فكرة كان ممكن يأتينا مدد من العالم العربي والإسلامي لإنقاذ فلسطين ولا تقوم إسرائيل وتهزم بريطانيا. من البوسنة أجوا قاتلوا بغض النظر عن من الهند أجوا قاتلوا المسلمة. تمام. طيب هاي ورطة. شو يعني؟ يعني ما بتقوم إسرائيل، ما بتقوم إسرائيل، والمجاهدين بس من فلسطين والعرب كانوا قادرين يهزموا وحصل. المجاهدين المصريين وصلوا سور باهر. شوفوا وين يعني، شو يعني سور باهر؟ يعني القدس. شوفوا من مصر وصلوا القدس، سور باهر، عسكروا في سور باهر. واليهود على فكرة في مذكراتهم ما كانوا يخشوا إلا هذول الناس، ما كانوا يخشوا الجيوش، يخشوا المقاتلين اللي هم الشعوب المسلمة. يعني الشعوب المسلمة جيوش ما بيخشوهاش. تمام. اجت الجيوش، جيوش مين اللي على رأسها؟ اجت الجيوش، لاحظوا تدخلت لصالحنا فانبسطنا طبعا، وقالت لنا يعطيكم العافية احنا منكفي ومنوفي، احنا منكفي ومنوفي. طيب
هذول العرب مسلمين وجايين ينقذونا. شوف انتبه، لا العرب المسلمين اللي جايين ينقذوك هذول الشعوب، هذول الصادقين. اما هاي الحكومات طب استنى شوي. طيب احنا منعوا على فكرة اي احد يقاتل الا هم، شوي الا هم، مشان اليوم تفهموا انه لما بيجي واحد من هذول الناس بتدخل لصالحك في سوريا او في غيرها، اعرف انه هذا مبعوث من قبل الغرب او من قبل اعداء الامه، انه لانه بيقدروش يشتغلوا بهالطريقه، طول عمرهم بيشتغلوا بهالطريقه. الاشي اللي بيقدروش ينفذوه بينفذوه احبابنا اللي بيقولوا احنا اصدقائنا وجايين يجاهدوا معنا وجايين يساعدونا وتفاصيل. هذول اخطر ناس اللي جايين يساعدوك احبابك، هذول اخطر ناس. كيف طب اخطر ناس؟ يا اخي ادرس تاريخهم وخلص بتعرف. انت لازم تكون ساذج، يعني ما لهمش تاريخ، هم ما لهمش تاريخ، ادرس وبتعرف ليش جاي يساعدك، تعرف ليش، ثم بيساعدك وبعدين بصير يفكر معك ويقترح عليك واحيانا يضغط، خلصنا. ولا بيساعدك لوجه الله وبقول لك اتصرف انت، انا بساعدك وانت اتصرف انت حسب قناعة، هيك بتصرفوا. هذول اللي بيساعدوا. مش في منهم اجى ساعد غزة باموال واجوا واثرتهم بتجسسوا على الناس مشان يدلوا اسرائيل وين المجاهدين؟ مثال بسيط. فاياك تظن انه دخل وانا هذا بحكي الكلام مشان يفهموه الكل برا وجوا، تمام؟ هذول بيجي يساعدوا هذول. لا، انا اللي بيساعدني بدرس تاريخه، بشوف مين هو هذا اللي بيساعد. ما هم اصلا الغرب اللي دمر الشعب الفلسطيني واخرجه من دياره هو اللي اصلا اوجد وكالة الغوث اللي لحد اليوم تدفع. ايه هذا حبايبنا اكثر من العرب، هم اللي بيدفعوا لنا اصلا. مين؟ ليش؟ مين اللي انشأ وكالة الغوث وبدفع لحد اليوم؟ مين؟ شفتوا؟ هذول رحمين اكثر حتى نفهم شو يعني سياسات. هو السيطرة كيف بتتم على فكرة؟ ما هي السيطرة إلها مرات السيطرة بالمال أكثر من ما بتكلف، أكثر من صاروخ واحد. قصدي أقل السيطرة بالمال اللي بيعطي مساعدات، ما هي بالنسبة للغربي وغيره العملاء وجواسيسه ممكن يسيطر فيها أكثر ما يسيطر بجاسوس بفقع وخلصنا. بقصدي بإيش قلنا؟ صاروخ بيكون مكلف، تمام؟ لا ما نظلش عندنا ننظر بقلوب طيبة، قال ونظرة من نثق بالناس. أنا من الناس اللي نثق فيهم. طيب الآن دخلوا الجيوش، وأنا سبق قلت لكم وبرد أكررها مشان اللي ما سمعش، إنه اللي كان القائد العام للجيوش، الجيوش السبعة اللي دخلت، سبعة ما هي، جلوب باشا اللي هو بريطاني وقيادته في الزرقاء كانت. واما القائد التنفيذي في الارض نورمان لاش، القائد التنفيذي ذاك القائد العام. القائد التنفيذي في الجيوش والعمليات نورمان لاش وقيادته في نابلس. طيب وكان معظم الافواج قادتها بريطانيا، في 3 فقط من الافواج كان قياداتها عرب. الاماكن اللي ما بدهمش اياها تسقط خلوا قيادتها عرب. مثلا القدس بدهمش اياها تسقط في 48، لانه لو سقطت في 48 ما قامت اسرائيل، ينهض العالم الاسلامي كله وقتها. والناس كانت حميتها على فكره، ما هم دجنوا الشعوب اليوم، دجنوها وجعلوها خرفان، تمام؟ بينهض العالم الاسلامي وبيسحق كل شيء. كان ما انا قلت لكم بريطانيا اصلا ما احتلت الا بالجنود المصريين، تمام؟ طيب لذلك حطوا عربي في يدافع عن القدس، فما قدرتش اسرائيل. خليني اعطيكم حادثه بسيطه. الجيوش هذه اللي اجت وقياداتها العسكريه معظمها مش عارف شو الطبخه. وين الاشكال كان؟ في الرؤوس اللي بيشرفوا في النهايه. هذول يا اخوي لما دخلت الجيوش العربيه بعد 15/5 لما اعلنت اسرائيل 15/5 مش اعلنت هي 16، تمام؟ قالوا الجيوش العربيه دخلت مشان تنقذنا. اللي خربتكم مين قال لكم انه احنا متضايقين؟ انتوا اصلا بس اذا كانوا لابد يبعثوا سلاح،
ما بعتوش. قديش الحسيني رحمه الله استنجدهم يبعثوا لنا سلاح وراحوا واجوا وكذا. طب ما تبعثوش جنود، ابعثوا السلاح اذا صحيح. وانتم بتعرفوا قصه السلاح المصري الفاسد والى اخره، قصدي اعرفوها اذا بتعرفوهاش، ادرسوا عنها في الحرب ال 48. طيب لاحظوا الان اثرية الجنود مندفعين. اما شو الحادثه اللي بدي اقول لكم عنها؟ اسرائيل، الجيش الاسرائيلي يعني وحده من وحدات الجيش الاسرائيلي احتلت جنين، احتلت جنين وهربوا الناس، كثير من الناس من جنين احتلوها اليهود لجنين، هربوا الناس. تعرفوا من جنين لعند قباطية، في مفرق قباطية اللي بعدكم بيعرفوا، مشوها الناس مشي، الناس مشت مشي في الليل، مشت مشي في الليل لحد ما وصلوا مفرق اللي بيسموه مفرق الشهداء اللي هو مفرق قباطية برضه. وإذا في هناك معسكر قائد عراقي بجنوده. ايش مالكم؟ قالوا له اليهود احتلوا جنين. الرجل في الليل سحب جنوده وفاجأ اليهود في داخل جنين وأبادهم. لذلك ما سقطتش جنين في 48، أبادهم. كانوا بيحتفلوا برقصوا في الشوارع اليهود، وإذا بهم بتفاجئوا بالجيش العراقي يدخل وأبادهم إبادة، إلا إذا نفذ كم واحد. تمام. بعد ال 15/5 لما شافوا انه اسرائيل انهزمت على كل المحاور، انهزمت يا يخرب بيتهم الجنود مش دارين شو الطبخه، الجنود بيحسبوا عن جد. قالوا لك لا، هذول الجماعه مش فاهمين ده ليش جايين. فشو عملوا؟ قال عقدوا هدنه. هدنه ايش؟ 10/6/1948. شوف قديش الزمن. اذا من 16 تقريبا، او بعد لما دخلت الجيوش 5 ل10/6 كانت اسرائيل ما فيش اسرائيل، اليهود مهزومين على كل الجبهات. تمام، مهزومين. قالوا نعمل هدنه لمده شهر. طب وتعملوا هدنه ليش؟ تعملوا هدنه ليش طالما لشهر؟ طالما لشهر لايش بتلزم؟ لايش بتلزم؟ حتى تعرفوا انا بحكي هذا الان مشان تعرفوا شو الان. تمام. طيب من ل10 وين بتنتهي؟ بتنتهي 10، بيبدأ القتال في 11. بدأ القتال في 11، 11 12 13 14 15 16 17. كم يوم؟ 7. 18 كانت الهدنة الثانية وقامت إسرائيل وانسحبت الجيوش. أوامر بالانسحاب. الجيش الأردني اللي في اللد أمر بالانسحاب، والجيوش كلها ما انتم بتعرفوا كلها امرت بالانسحاب. وجدت اسرائيل 7 ايام اللي كانت مهزومه، يعني اللي كانت مهزومه. ومين راح فاوض كمان فيما بعد في مشان يحطوا خط الهدنه، يعني فكره بسموه خط الهدنه حتى لا مش ابو الهدى الان، نورمان لاش القائد البريطاني التنفيذي هو اللي راح يفاوض عنا ويحط خط الهدنه. هذا بحكوا لكم اياه في التاريخ. ليش بحكوهوش هذا؟ اما بعدين في 49 معاهدة رودوس راحوا قال دولة العرب راحوا دولة يعقدوا مع اسرائيل. طب روحوا مع بعض، يفهموا، روحوا مع بعض دولة على رودوس. واكتشفوا اسرائيل انه في المثلث 500,000 دنم انه مع العرب هذا، وهم اليهود بدهم اياه، ما زبطش في الحرب. فالاردن سلم 500,000 دنم في 49 بدون حرب، اللي هو ما يسمى بالمثلث. وهلكت اليهود بيلطموا يا ريتنا ما استلمنا المثلث، حتى تعرفوا البشر هلكت بقول لك المثلث هذا اذا بتاخذوه، هم بيقولوا اذا بتاخذوه من كثر السكان اللي فيه يعني. شفت البشر. انما سلموه في 49 معاهدة رودوس، وراح رئيس الوزراء ابو الهدى ومضى. ولما كان البرلمان، كان بيسموا برلمان،
لما كان البرلمان الأردني بيعمل استجواب لرئيس الوزراء ويقولوا له بدنا نفهم يعني انتوا شو القصة، ليش يعني عملتوا هيك وسلمتوا فهمونا. قال لهم اسمعوا بقدرش افهمكم، هيك قال لهم في البرلمان بقدرش افهمكم. والرجل وجدوه مشنوق في الحمام، ابو الهدى يعني اكثر رجل مدة في قضية رئاسة الوزراء، ياما كان رئيس وزراء من الثلاثينات ويروح يجي ابو الهدى تمام، يعني عريق في الموضوع، وظل الخمسينات تمام، وهو اللي مضى في 49. وجدوه طبعا زي ما قلنا معلق في الحمام. ولما كان يستجوب البرلمان اللي اسمه برلمان كان يقول انا اسم هذا شو بدي اقول كأنه اجى عليه وقت بجوز اما ان ابو ضميره بده يقول قالوا له بدك تقول وعلقوه في الحمام. هذا رئيس الوزراء ابو الهدى. طيب فهمنا. طيب اجى يا اخوي الشعوب كلها قالت شو هالخيانات هاي، شو حرب يعني 7 ايام؟ طب ما احنا كنا منتصرين، احنا كيف يعني انقلبت الموازين؟ قال بصيروا يقولوا اجل اليهود اسلحه وجاء ايش هالحكي، قديش يوم شو هالحكي هذا انه اسلحه. طيب ممتاز، حتى لو جاهم اسلحه تمشي الحرب سنه سنتين فيها الجبال مش الشعب بده يحتل الارض يعني ولا ايش؟ مش الكلام هذا. طيب فيا اخوي لما ساءت سمعة بعضهم وصاروا مفضوحين طبعا، لاحظ، والناس المجاهدين على فكرة اللي جايين من مصر مسكوهم وحطوهم في السجون، لما رجعوا حطوهم في السجون في مصر بس. انتبهوا طيب اجت قامت انقلابات باسم ايش؟ انه هدول خونة وهدول انقلابات. ومين اللي قام بالانقلابات؟ ثوريين قاموا بانقلابات، واستبشرت الامة انه هاي انقلابات عسكرية في سوريا، في العراق، في مصر. انتبهتوا في الدول اللي ما هو طبعا في بلاد مش لازم يكون فيها انقلاب لانه لها وظيفة. في ناس لا، اذا بدنا نكون بانقلابات بس مش في كل محل يعني، لانه في محلات هاي لها وظيفة. افهموها مين اللي بيشتغل يعني. قامت انقلابات، والله الناس استبشرت. لما الناس استبشرت طيب اللي جايين ثوريين وابناء كادحين اصلا وما همش من ابناء البشوات العملاء الى اخره. طيب الناس استبشرت، شو هالصدفة هاي؟ ولا حدا فيهم اعطى الامة حريتها، ولا حدا بنى دولة زي ما بتبني هالامم كلها، دولة مؤسسات. الان رواندا على فكرة، رواندا اللي صار فيها المذابح من كم سنة صار فيها دولة مؤسسات وبدأت تنهض، دولة افريقية الان كاسحة. هاي اللي كان فيها مذابح متخلفين كثير في رواندا في افريقيا يعني. لما اجوا ناس وبدهم يبنوا طيب شو هالصدفة هاي؟ كل الثوريين في العالم العربي بالذات استعبدوا الناس ورفضوا انه الشعب يستلم الحكم. طيب كيف يعني بدنا نصدق؟ طيب اجت حرب 67 وكشفت 6 ايام يلا يخرب بيتكم على 3 جبهات. او في ناس مصدقين انه يعني حرب وانه يعني موازين القوى طيب. وبعدين طب ما احنا شايفين شعوب هي بتقاتل 7 سنين، شعوب بتقاتل 7 سنين بأسلحة بسيطة. انتوا 7 ايام وفي ناس صدقوا. طب يصدقوا هذول اللي صدقوا هذول بديش اوصفهم الان لانه بجوز يكون قسم منكم بلاش نسيء يعني بلاش نسيء يعني مصدقين يعني ب7 ايام مصدق انت. طب الاخر بيتهم ما هم اصلا ركاض يركض الواحد على رجليه في سينا، الركاض بوصلش ب7 ايام. كيف قدروا يخترقوها ب7 ايام هاربين؟ كيف بتقدر انت تنسحب من سينا ب7 ايام؟ والله هاي خارقة. هاي لازم تدخل فيها انت شو اسمه دينيس. تقدر تنسحب هيك ب6 ايام
من سيناء. وفي ناس صدقت حتى تعرفوا ان المعركة معركة وعي، وإلا بظلوا مستحمرين. ما هو أصلا مثل الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يتخبط من به مس، مش سبب المس الشيطان، دير بالكم زي ما بفهموها، لأنه سبق قلنا أنه من مات من الجوع، من سببية هاي الجوع مقدمة والموت نتيجة، مات من الجوع، ويتخبطه الشيطان من بسبب يعني المس. إذا المس ابتداء ثم التخبط، وبذلك الشعوب لما تكون في عقولها ضعيفة وفي وعيها عندها مس درجات بتخبطوها الشياطين، ولحد اليوم بتخبطوها. ولكن اليوم أصعب، الناس فاهمة، أكثر الناس فاهمة الآن الأمور تمام، فاهمة الأمور تمام. ولما بتفهم لا هذول لا في المنافقين موجودين من زمن الرسول لحد اليوم، لحد لا مش كثير. صوت، ظاهرة صوتية الآن في ولا يبدأ تخلى. ما سألوا الحسن البصري قالوا له نفاق اليوم، الحسن البصري تابعي، نفاق في يعني في، قال لو خرجوا من أزقة البصرة ما انتصف ما لاستوحشتم فيها، لو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم. فالمنافقين بقاتلوا برضو معك مرات، شوفها، لو خرجوا منكم ما انتصفتم من عدوكم. ما هو المنافق بيروح وين ما بيشوف الأمور. ولذلك إذا صحت الأمور كثير هذول من المنافقين راح تلاقوهم مجاهدين. لأنه منافق أصلا بده يروح وين بيشوف الأمور تمام. ذرونا نتبعكم، ما هم كانوا يقولوا بدهم غنائم، كانوا يقولوا المسلمين ذرونا نتبعكم، بدهم يقاتلوا ويصير مشان ياخذوا غنائم، مصالح يعني. طيب الآن 7 أيام وصدقوها. طيب ما هو الأسد سلم الجولان، ما انتم عارفين انه صارت اليوم ثابتة انه اعلن سقوط الجولان قبل سقوطها، واثبتت القيادات اللي كانت معاه مشاركة معاه تعترف، وفي مصر بدوا يعترفوا، وفي الأردن احنا شفنا هون في الضفة الغربية شفنا كيف الانسحابات، تمام، شفنا كيف الانسحابات، واصلا شعرنا بالانسحاب قبل الحرب، تمام، خلصنا. طيب هالانقلابات اللي قامت قال مشان تصحح الاوضاع وضد اللي باعوا الامه، اثريتها مرتبه برضه، ومرتبه لحد اليوم. فينتبهوا اللي في درعا وفي سوريا وفي غيرها، اذا حبايبكم، طيب انت حبيبي يعني، انت بدك تساعدني، انت اخويا العربي، انت اخويا المسلم، الله يبارك فيك، طيب ماشي، لكن يكون لك قرار في كيف بدي اتصرف انا في بلدي، معناتك انت اصبحت في دائرة الشك. اذا صرت تتدخل في قراري شو معناته؟ اذا صرت تهمس في اذني، ودير بالك والله بصير مذابح، وبعدين في دول عظمى، وبصير يجيك ناصح يا اخوي، بصيروا المنافقين يجوك ناصحين، وشو مهمتهم؟ التخذيل. وهذول بيمشوا على التخذيل على فكرة على كافة المستويات، تخذيل من الناصحين، وبيقدموا لك مساعدات وبنصحوا، بيقدموا لك مساعدات وبنصحوك، دير بالك. يعني المسألة مش بسيطة، هاي دول عظمى، هاي الشعب يباد، دير بالك، انساها، فكر في الأولاد والنسوان، دير وثقوا تماما انه هم الآن او قبل ما نثق الآن شوي ينتبهوا كلهم، هذول اللي بيقدموا لكم مساعدات او بيقولوا لكم احنا العرب او احنا المسلمين اللي جايين نساعدكم، بتدخلوا في قراراتكم في الحرب ولا بتدخلوش؟ اذا بتدخلوا انتهى الموضوع، افهموها. طيب الآن في الغوطة ثم في المخيم. طيب الغوطة قديش هي على فكرة؟ ما احنا سبق قلنا يعني 10 في 10 أكثر شوي، يعني 10 كيلومتر في 10 كيلومتر،
ومحاصرة سنين ومحاصرة سنين، وفي النهاية بعد هذه السنين عملوا حالهم أبطال وحققوا إنجازات، وهي في العاصمة الغوطة، ما هي في العاصمة. طيب والمخيم يعني، والمخيم يعني، طب هو في العاصمة المخيم، انذوا انتصرتوا يعني على مساحة يعني مساحات وسنين يعني وسنين. والآن الإعلام العميل وإعلام العملاء بيحاول إيش ما يحصل، افهموها، ما يحصل في الغوطة والمخيم الآن بده يحصل في درعا. طيب ما هي مؤامرة وفهمنا، وهي مؤامرة من قبل اللي بيقولوا لك بساعدك، لأنه هم أصلا أكبر تخذيل. ما هي مش قلنا لكم بريطانيا لما الشعب الفلسطيني أضرب إضراب 36 قعد 6 أشهر وكان محرج لبريطانيا، ما هي بريطانيا استعانت بزعماء عرب واجوا قالوا للفلسطينيين ولا يهمكم انتم فكوا هالاضراب هذا، وعنا اضراب ال 36 وعنا، وهاي عنا لحد اليوم موجوده، واني لكم من الناصحين. تمام، ينتبهوا. طيب بقول اذا الغوطه المحاصره واللي هي يعني 10 في 10 أكثر شوي، مش هيك كيلو، أخذت 7 سنين وهي محاصرة، قتال خارق، صمود خارق. لازم يفهموا أهل درعا إنه هاي مساحات هائلة، مش الوضع زي وضع الغوطة. مين قال؟ الآن بإمكانكم تحرجوا روسيا وإيران كلهم، لانهم هذول لعلمكم هم اصلا مزنوقين، بيستخدموا قاعدين اساليب نفسيه بالدرجه الاولى، وعلى الارض بوكلوا هوا، او بيحاولوا يذكروك الان في الغوطه. طب ايش غوطه؟ طب هاي الان اذا الغوطه اخذت 7 هذيك بجوز تاخذ 70، لانه في مجال الان تاخذ وتعطي وتروح. وهذه الامم المجرمه سواء كانت الصليبيه او الوثنيه الشيعيه، الوثنيين الشيعة الكهنة كمان، ولا الصليبيين اللي اجتمعوا على الأمة، على فكرة بيستخدموا أساليب نفسية بالقدر الإمكان من أجل يجعلوك إيش تهتز وتوافق، وهم لو خاضوا حروب هم اللي بيدفعوا الثمن. وبيحاولوا هالمجرمين إنهم يضغطوا عليك بضرب الشعب. ولا هم في الغوطة كيف يعني باسم إيش يعني هم قدروا؟ المقاتلين قالوا لك هذول بيضلهم يقتلوا الناس، هذول حتى تعرفوا هذول لما بيتكلموا عن حقوق انسان وغير هذا انكشفوا اصلا وصاروا معروفين امام امه المليارين. ولذلك الغرب راح يدفع ثمن، لانه صار مكشوف اصلا، واول ما يدفع ثمن انه سقط اصلا من النفوس، وكان هذا هو المطلوب. الناس كانت تنظر له شيء كبير، والناس اللي عايشين في بلاد الغرب بيشوفوا منه تعامل احيانا تمام، يشوفوا هو جرائمه الآن كيف بتصرف في بلاد العالم أصلا. إيش عملوا في إفريقيا، وإيش عملوا في الهنود الحمر، وإيش عملوا وإيش بيعملوا عندنا. لما بدوا هذول على فكرة دنيئين وسفلة بشكل عام، الصليبيين والوثنيين الشيعة. الوثنيين الشيعة والشيعة طول عمرهم بيلتقوا على فكرة، طول عمرهم درسوا التاريخ وشوفوا التقاء الصليبيين وكهنة الشيعة ضد الأمة، مش اليوم جديدة هاي. كان لازم تعرف الأمة كهنة الشيعة هذول وتاريخهم، أيوة. هم على فكرة لما بيقتلوك على الأرض جوعنا، تمام، بيستخدموا الصواريخ والتطور العلمي بقتلوا المدنيين مشان يضغطوا على المقاتل. الآن في درعا وهاي المساحات، لا هاي المساحات لا بيقدروا الناس يوجدوا لهم حل، وبيقدروا يقاتلوا، بتستمر. وممكن يكون هذا يؤدي على فكرة إلى استنفار الأمة مرة ثانية. الأمة برضو ما بصير الأمة تظلها تنظر وتتفرج ويعزفوا لها على وتر إنه انتهت الأمور. ما دير بالكم، هاي انتهت الأمور، ويعني وتطبيق سيناريو في كذا بده يتم، اللي تم في حلب يتم في الغوطة. مين قالكم؟ مين قال؟ والحمد لله اللي القيادات والمقاتلين ما بيسمعوش الإعلام هذا، يعني اللي بيسمعوه الناس غالبا برا، إنما المقاتلين لا
بيسمعوهوش. طيب، والتآمر دولي كامل عربي من كله مع الدول الغربية. ولعلمكم روسيا لا يمكن أن يكون لها هذا الدور إلا بموافقة أمريكية، مش من زمن هذا المتعامل مع بوتين قال والمتهم إنه بوتين جابه للحكم، لا مش هذا التافه. أوباما اللي قبله من أيام أوباما والآن بدأت الناس تقول إيه هذول الأمريكان كانوا يصرحوا والغرب بيصرح. شوف كيف الآن خانوا انتوا بتعرفوش الخيانات إلا اليوم ليش؟ من 1917 وقبلها شو كان يصير؟ والكلام اللي كانت تقول بريطانيا وفرنسا والاتفاقات اللي فيما بعد كشف عنها وكشف عنها الشيوعيين وقتها، شو كانوا يقولوا لكم؟ شو كانوا متفقين؟ يعني ما تعلمناش من الدروس؟ مش كانوا يقولوا لنا البريطانيين مشان نقاتل معهم، وقاتلوا معهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. طيب وبعدين شو عملوا؟ قال هيك خدعونا، كاين في اتفاقيات من تحت الطاولة، وانت الاتفاقيات اللي من تحت الطاولة انت مش شايفها يعني في سلوك بوتين وغيرهم؟ انت مش شايفها يعني؟ ولما بيجي بقول هذا رئيس ايران التافه انه قال يعني بدهم يعملوا فتنة طائفية بين المسلمين، ليش انت مسلم يا تافه؟ انت مسلم. طب استعمار بده يعمل فتنة طائفية، ليش؟ مين بقتل الشعب السوري؟ طب كيف عمل فتنة الاستعمار وجابك تقاتل وتقتل السوريين؟ كيف عمل الاستعمار؟ وكيف جابك تقتل العراقيين الاستعمار؟ ومين اللي كان يحمي قياداتك والشيعة اللي بيقاتلوا في العراق؟ مين اللي بيحميهم في الجو؟ مين اللي بيحميهم في الجو؟ ومين بيدربهم؟ كيف الامرأة غير الشريفة لما بتشوف امرأة شريفة شو بتقول؟ انتم مش عارفين. وهدول اللي بقول لك دول ممانعة ومش ممانعة، كنت قال لك لا ما هذيك الفصائل بتاخذ وهذيك مدعومة وهذيك خاينة، يلا خرب بيتك، هذا كلام تحليل. بس احنا ما احنا شايفين احنا شايفين امريكا موجودة زي ما قالوا في ربع مساحة سوريا موجودة فيها امريكا، وروسيا موجودة، وايران موجودة. طب كل هذا موجود ليش؟ كله موجود ليش؟ من اجل الاسد. يعني ايش هو الاسد؟ ابن بنت رسول الله. طب وماله؟ وابن بنت رسول الله الله ما قالش عنه شيء يعني انه معصوم يعني ولا يعني لازم ندافع عنه مثلا يعني ايش ما مثلا ايش هذا؟ ومع ذلك بتجدوا كنت قال لك في من امتنا بصدقوا، وانا مالي اذا الله سبحانه وتعالى معميه، مالي اذا الله ما بدوش يهديه. ما هي الملاحدة كل النظام الموجود في الكون ومش شايفين الله، وهذول اللي مش شايفين. انتم بتظنوا انهم مش شايفين؟ لا، هذا فساد النفوس، هذا الانحراف الله بيخليكم تشوفوه انتم. هم مش شايفين بس انتم شايفينهم. صار الاستعمار يعني كيف تمكن الاستعمار وكيف اجى هون؟ طب ما هو امريكا هربت من العراق، مين رد رجعها كمان؟ مين جابها اصلا؟ ومين رد رجعها على العراق؟ ومين جابها على سوريا؟ ومين جاب روسيا؟ ومين جاب ايران الوثنية؟ مين؟ طب ما هو كان ساقط الاسد على فكرة، الاسد كان ايامه بسقط، فزعت كل الدول. ودير بالكم برد اكرر، بيفزعوا في نفس الوقت ايش؟ يا حبايبي يا كذا بيجوا كله. واليوم لعلمكم كل يوم والثاني بيقولوا لهم اعملوا لنا وفود مفاوضة، ومن هون ومن هون ومن هون، بعدين تطلع فشنك زي ما بيقولوا وفود مفاوضة. وفي الاخير عارفين شو بيعملوا؟ في الاخير بتلاقوهم هم صنعوا مفاوضين عنك. مين اللي فاوض عنك في خط الهدنة هون في فلسطين؟ نورمان واش. لا اليوم بيقبلوش يكون اسمه فاقع بهالطريقة هاي، اليوم بيختاروه عربي وبيلفوا بدوروا، نجحت هاي وما نجحتش هاي، المفاوضات هاي نجحت وهاي المفاوضات ما نجحت، وبقوا شوي بيخلقوا مفاوضين باسم المقاتلين. واليوم في منهم قاعد بيتكلم بكلام مخذل، وانت بتظنوا حريص على الناس وحريص على دمائها، وهو حقيقته بده يلقي الرعب في نفوس المقاتلين مشان يقول لك يا عمي الشعب. وانت هذا اي شعب هذا بيقبل هذا الكلام بهذه الطريقة؟ لوين بدنا نظلنا مستلطخين احنا؟ تمام؟ لعلمكم هم المتورطين، هم هذه الدول كلها متورطة، بيستخدموا علم النفس
مشان يسيطروا في اقل كلفة ممكنة، بيدفعوا قاعدين الالاف يقتلوا، بيبرزوا الاعلام هيك الشعوب تقتلوا كذا وهي صواريخنا كذا، مشان شو؟ بتقول لك هذول شو بقاتلوا؟ هذول بدهم يدمروا البلد، هذول اللي بدافعوا بدهم يدمروا البلد، مش اللي بدمرها. اللي بدافع هو اللي بدمر البلد، قال اللي بدافع عن بلده هو اللي بدمر البلد. يعني لما دفعت روسيا في مواجهة احتلال هتلر 25 مليون، دفعوا 25 مليون وهم يقاتلوا هتلر. فيش روسي الآن بزعم انه اهدروا دماء ال 25 مليون في دفاعهم عن روسيا، بالعكس بيفتخروا فيهم انه دفعنا 25 مليون لما اجى هتلر يحتلنا. تمام؟ وشوفوا منطق الاخرين، حتى انا سمعت بعض المفاوضين اللي هم صاروا يصنعوهم صناعة، لانه المفاوضين الساعة اللي كانوا مخدوعين وعندهم شوية اخلاص قالوا لك اترك شو هالموضوع هذا، شو مفاوضات هاي، تردوش، هدول بيلعبوا فينا مشان يظل عبين ما يخلصوا، ثم بيحاولوا يعملوا تهدئة هون ويفترسوا هون، تهدئة هون ويفترسوا هون. قالوا بتصير والناس العجيب في الناس، ما هو صرح الزعيم الفلاني وصرح الزعيم اللي خربيتهم، هم اكذب الناس على الارض وبصرحوا، فهمنا، ويا ما صرحوا واتفاقيات من تحت لتحت. ما احنا عم نقول احنا بنبني على تصريح، احنا ما بدنا اصلا اياك في يوم من الايام انك تخدع باي كلام. انت فقط دائما خذ اللي بصير على الارض، تعرف شو اللي بصير، مش تسمع مش شو بقولوا. والعجيب انه ممكن يصرح زعيم غربي كأن الناس تعاملت وايش، وهذول الاراجوز هذول المحللين قال بصيروا يحللوا، قال ترامب وقال بوتين. يا يخرب بيتكم محللين انتم، لا يكونوا مصنوعين كمان يا محللين، تصنعوا برضو من اجل انكم تخدعوا الامه، ولا فقراء انتم في الفهم. ايش يعني صرح وما صرحش، ولا صرح ولا ما صرحش؟ ايش انا شو قناعتي؟ انا بتصرف وانا بهمني شو بيشتغل، شو بقول. ولما بيعرفك انك يعني تصريح بوديك وبيجيبك كل يوم، بيضرب لك تصريح وبوديك وبيجيبك، وبيعملوا على تخذيلك. ايوه، ما انا قلت لكم انتم هاي الفلسطينيين لحد اليوم بيعلفوكم، بيهمش كلمه بيعلفوكم، يعني طلعت مش قضيه. الغرب اللي بيعلف، اللي هي ما يسمى بايش؟ وكالة الغوث. بتغيث مين هي؟ من 1948، مش 48 بالضبط يعني، لليوم وحتى اذا اجوا يقطعوا عنا من نعمل مظاهرات بصيروا يلموا من الدول. ليش؟ ما هو هذا لحماية اسرائيل، لانه لو ما صارش بنعرفش الناس كيف تشتغل وقتها. اما بدك خلص تأمنهم وتلهيهم، وبعدين بصيروا يغنوا ويبنوا تفاصيل وبنسوا. هلكت لذلك لو ترجع فلسطين كثير من اللي صاروا بقول لك شو اروح انا هون انا هون شو بدي فيها، واللي في ايطاليا بقول لك انا، واللي في بريطانيا بقول لك انا شو اديني على، واللي في امريكا بقول لك من اليوم ملايين مليارات. لا اخره. هي على كل مش قضية فلسطين تآمروا عليها. مش شفتوا انتم خيانتهم في اولا خيانة الاوائل في 48 وخيانة الثوار وغيرهم في 67. تمام. طيب وهينا شفنا كمان كن قالوا العرب وين هلا؟ ايش العرب وين؟ يفهموا الناس الشعوب العربية لو كانت تملك ارادتها عمره ما صار اللي صار. هذول الجواسيس اللي بيحكموا العرب، ولما اجت الشعوب ده الثور قتلوها وجمعوا كل الارض تقتلها. هاي باختصار. تقولوش وين العرب قاتلوا قتال خارق لم يعرفوا التاريخ لحد الان بقتل. تمام. لما تقاتل الشعوب، وهي اصلا صارت فرصة الشعوب انها حملت سلاح، وجدنا منها شيء خارق. قالوا دائما العرب ايش العرب؟ هم اصلا هذول الناس الجواسيس اللي بيحكمونا. دير بالكم، انا قلت مليون مرة انا ما بستثني حدا منهم. دير بالكم في العرب بستثنيش واحد، حتى اللي بيقول لك انا مسلم هذا كذاب. هذا كذاب. قال انا مسلم وبعده بيحكم شعبه. ما بيحكم شعبه؟ طب اعطي الشعب يعمل دولة مؤسسات. تقول ليش اسلام ومسلمين؟ بتضحك علينا. بدون اسماء الان، بس هذول كلهم اللي بيقولوا احنا بدنا نطبق الاسلام كذابين.
لانه شو بدي اشوف على ارض الواقع انا ايش هو تطبيق الاسلام. ليش؟ ايش هو تطبيق الاسلام؟ تطبيق الاسلام ايش هو؟ تحرم الشعوب تحرمها من حقها اللي اعطاها الله. حقها هذا انت بدك تقودني انا بدك تقودني انا لما تاخذني لجيش، لما بدك تاخذني في الجيش واقاتل انا كيف بدي اقاتل وممكن انا بقاتل تحت لواء جاسوس؟ كيف؟ ما هي قاتلوا فيهم واحتلوا القدس وسلموها لبريطانيا وهيهم اليوم. ولذلك في واحد سألني بعض الأسئلة في الإيميل، قال يعني إذا بكرة قاتلوا إيران، ما هي إيران على فكرة فاجرة الكهنة يعني، ولا راح تشوفوا هذول في النهاية الكهنة الشيعة راح يسقطوا والشعب الإيراني يتحرر وتشوفوا منه العجب. هذا شعب مسلم الشعب الإيراني بشكل عام، كانت الشيعة هذول اللي اختطفوا الأمة. طيب قال يعني إذا صارت حرب بين هذه دول الخليج اللي إياها اللي بتعرفوها اللي ما أحلاها يعني، تمام؟ وإيران مع مين نصف إحنا؟ يا اللي يخرب بيتك، يخرب بيتك مع مين تصوف؟ ما هو يعني أنت لما يتقاتلوا اثنين كفار مع مين تصوف؟ لما يتقاتلوا اثنين كفار مع مين تصوف؟ مع مين تصوف؟ كن قال لك ما هو ايش ما هو؟ بدهم يخدعوكم كمان مرة؟ بدهم يقاتلوا فيكم كمان مرة؟ يعني بكفيش اللي صار؟ سلمتوا الاستعمار بلاد المسلمين. مين اللي سلم امريكا؟ مين سلمها في العراق؟ مين بيسلمها؟ بيسلم روسيا وامريكا وغيرها في سوريا. مين بيسلم؟ مين اللي بيسلم؟ وبالتالي شوفوا هدول ما لا تجب لهم، ما فيش لهم طاعة اصلا ولا يجوز القتال تحت الويتهم، وممكن اللي بيقاتل اصلا يودوه بداهية واحنا ما بنعرفش. لما ما بيقاتلوا اسرائيل مشان يسلم، قاتلوا اسرائيل في 48 مشان يسلموا البلد، وقاتلوا اسرائيل في 67 مشان يسلموا البلد، ولما بدهم يقاتلوا الان وين ما يقاتلوا اي جندي بيقاتل تحت لوائهم. فهذا ان شاء الله ولا بلاش، انا ماليش وين بروح، بس لازم يعرف انه هذا يقاتل تحت لواء باطل، يقاتل تحت لواء الجواسيس. هم جواسيس كل زعماء العرب بدون استثناء. طب واللي يبدو منهم انهم صالحين ايش بعرفني انا؟ لنشوف. ماني انا بحكم على الماضي، والله بده يغسل حاله بدي اشوف على ارض الواقع، بديش كلام. بده يغسل حاله بدي اشوف على ارض الواقع، بديش كلام. اما انا مش مستعد انخدع بكلام ولا حتى بمصاري ولا بمساعدات، لانه اصلا الغرب بيساعد اكثر منهم. الغرب طول عمره بيساعد اكثر منهم وله خطط، والغرب مرات بقول لهم وبعدين يا تافهين برضه ساعدوا. ما احنا ما هم من خططه، هم الجواسيس من خططه. مرات هم بيدفعوا لانه هو اللي بيدفعهم للدفع، بيدفعوا لهم قال مليونين 3 4 وبصيروا يمنوا عليك. وفي نفس الوقت بتكون لوحة قديش ثمنها؟ شفتوا؟ كان قال لك وهو اصلا عبر كذا سنة دفعنا لكم مليار. شو؟ يعني حق اللوحة وكمان القصر اللي في باريس هذا هو، يعني هذه الاسلام والامة العربية ولا؟ طيب ودفعت للغرب كم؟ يعني التريليونات اللي ممكن يحجز عليها ترامب، ليش هناك تريليونات على فكرة مش المليارات؟ ما هو التريليون 1000 مليار، مليون يعني، تمام؟ هذه ليش هناك؟ ليش مش توظف يعني تستثمر في بلاد مختلفة يعني أكثر أمان يعني، وفي نفس الوقت في بلدك ما في شحادين في بلدك الآن. أنتوا عارفين إذا مين اللي بيحكمنا؟ ولو كان صلاح الدين اليوم وبده بطريقتهم، شو يعني بطريقتهم؟ انه انا بدي اطبق الاسلام وانا بدي انهض بالامه، من كله استنى شويه، ما هو اول مخالفتك لشرع الله انك بدك تقودنا احنا بدون اذننا. هذه اول مخالفه. ما هو الله اللي اعطانا هذا الحق انه انت بدك تقودنا. طب انا كيف بدي اقود بانسان مش مختاره؟ كيف بدي انا انقذه يعني واقاتل تحت لواء ولا انا اخترته ولا انا راضي فيه؟ يعني طب يرضى فيه معظم الشعب بقبل، يعني هالشعب التنبل بتنبل معاه زي ما قالوا في الجاهلية وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت. يعني خلينا جاهليين بس بقوا زمان قياداتهم منهم وكانوا يثقوا فيها هالجاهليين. هذول بقودونا ليش؟
لذلك انا قلت الناس يركزوا على سؤال واحد، بتقولوا لي بتكرر انت، لازم يكرر هذا السؤال. انتوا بتحكموا باي حق؟ بس واجهوهم بهذا السؤال. كم بيطلعوا جواسيسهم شو بيقولوا، عملائهم واذنابهم، بدك انت يجوز الخروج على الحاكم؟ احنا شو علاقتنا؟ احنا موجهين السؤال له، انت شو دخلك؟ احنا ما قلناش بدنا نخرج عليه هالكيت اول شيء، مع انه الخروج عليه مرات مش بس جائز وواجب كمان بصير. هالكيت مش موضوعنا موضوع الخروج، احنا بنساله هو. انت بتحكم، خليه يجاوبنا هو. انت بتحكم ليش؟ يعني باي حق؟ خليه يجاوبنا هي، يسالوه هو. يقول لك بدك تخرج على الحاكم، احنا بنساله هو. انت بتحكم ليش؟ باي حق بتحكم انت؟ بدناش نخرج عليك، احنا اصلا احنا صار نعاج ومنخاف ومش مستعدين نخرج ولا على حدا، ها؟ بس انت بتحكم ليش؟ قال بيحبسك وبقتلك عشانك سالته عشانك سالته بيحبسك وبقتلك. ولما ابليس رفض يسجد، الله الجبار مالك الملك قال له يا ابليس ليش ما سجدت؟ دير بالكم مش مشافهه هتظنوا، ذا الجلال الله شو ابليس شافه؟ ليش ما سجدتش يا ابليس؟ بلكي عنده جواب، بلكي قال انا موحد لا اسجد الا لله بلكي موحد الزلمه. ها سأله واعطى الجواب، اثريته مش موحد هو اصلا الله تعبدنا بالامر، امرت اذا امرتك من انا امرك، ما هذه العباده اصلا، ما هذه العباده اصلا، انا امرتك طاعت، ما هي العباده طاعه الامر الالهي وخلصنا. هذا هو، وهي طاعه الامر. لذلك بتلاحظوا طاعه الامر العباده. كان بقول لك الجنود اليوم معلمينهم، قال انا عبد مامور. ايوه يا اخوي، خليك عبد مامور، خليك عبد مامور واعبده. وقال بيستغربوا بعض الناس حاطين في الانترنت واحد هندي بيعبد ترامب، حاطط صورة ترامب. قال يعني هذا شفتوه؟ بعضكم شافوا في الانترنت الهندي هذا، وكأنه له اتباع كمان ها بحط صورة ترامب وبيسجدوا لها. ترامب هو طبعا فهمان هالهندي، ما هو اصلا بيسجد من اصله اصنام كثيرة، بيسجد لاصنام كثيرة. طب وترامب ممكن يسمع بهالقصة فإلههم يرزقهم لانه الههم الصنم هذاك لهم بيعبدوه بجوز 50 سنه ومش طالع منه اشي، يخرب بيته كأنه فيلسوف هذا. فقال لك انا بلكي وصل ترامب اني بعبده، هالاله ترامب بلكي يعني رزق. وبظنوا هذول الجنود اللي في بلادنا انهم يعني بيعبدوهوش لما بيقولوا عبد مأمور. ولا شيء العباده، شيء العباده. قال عبد مأمور، اذا قال له اقتل امك بقتلها. قال عبد مأمور، قال لي مصلحة الوطن يخرب بيتك مكذبك. انه وطن؟ ما انت عارف انه هو سالب الوطن، انت عارف انه هو سارق الوطن، انت بتعرف انه هو خائن الوطن، انت بتعرف انه هو مسلم الوطن للاعداء، انت بتعرف انه هو اصلا صنيعة الاعداء، وقاعد بتضحك على حالك وعلينا وبتقول انا بطيعه من اجل الوطن وبقتل ابوي لما يقول لي اقتل ابوك. قالوا كن قال لك شهم قال خلص بروح بيعتقل اخوه. يا اخوي هو اعتقلت اخوك لصالح مين يا اخوي؟ شاطر. لصالح مين اللي اعتقلت اخوك وامك وابوك؟ لمين؟ بيضحكوا على مين هذول؟ بيضحكوا على مين؟ طيب نرجع نقول اذا الحاكم ولو اصلح الصالحين ما اعطى الامه وبنى دولة مؤسسات، ديروا بالكم دولة مؤسسات. شو يعني دولة مؤسسات؟ بتصير في النهاية مش معتمدة مين هو الحاكم، حتى لو وصل صدفة حاكم جاسوس طالما في دولة مؤسسات في مراقبة وفي كذا وفي ضمانات، ما فيش حتى لو جاسوس بقدرش يتصرف. اما انت تيجي تقول لي انا بدي احرر الوطن، انا بدي اعمل لصالح الوطن. طب ما هو معروف شو معنى صالح الوطن، امن مستقبله. وكلهم اذا بتلاحظوا كلهم بعد ما يموت الواحد فيهم بيجي اسوأ منه. طب ما انت اللي جبته، انت اللي جبته. مين جاب مبارك على فكرة؟ مين جاب مبارك؟ السادات. طب شو هو السادات؟ الان مش وقته. بس لعلمكم في روسيا في زمانها الشيوعية بعثت لمصر، قالت لهم لما بعثت مصر مبارك يتدرب عندهم، مبارك يتدرب عندهم. قالوا لهم تبعتوا لنا جواسيس انتوا؟ يخرب بيتكم يا روس شو تافهين، ليش مش عارفين اللي بعث لكم مين هو؟ ما هو ضاحك عليكم اصلا، ما هو اللي بعته ضحك عليكم اصلا وعاملين حالكم تفهموا. بيجوز بيفهموا بس يعني بتعرفوا ما هو لعبة هاي، ما هي لعبة هاي اصلا، لعبة هاي. لو انت يلعبوا فينا
خلاصنا بإشي واحد، نحكم أنفسنا. يقول لك والإسلام شو؟ ليش ما احنا أصلا معظم الشعوب الإسلامية الآن اللي هي عربية لا تقبل عن الإسلام بديل، ولا هم ليش بدهم مش إياها تحكم نفسها من دون شعوب الأرض، من دون شعوب الأرض. هذول العرب اللي لسانهم عربي، يعني مش المسألة مسألة جينات، أصلا أكثركم مش عرب في النهاية، بهمش. تمام. هون في فلسطين خلطة مخلوطة، يعني خلطة هندية. لكن العبرة اللسان، لسان العربي هذا اللي بيجعلك فاهم القرآن والسنة. تمام. هذه الأمة ما بتقبل عن الإسلام اليوم بديل. تمام. إحنا المهم خلاص بقضية واحدة، إحنا لأنه بتظل مسلم حالك لجاسوس، أنت مش عارف، حتى لو مش جاسوس أنت مش عارف، أنت بتلعب قمار. هذا اللي بيحكم هذا شو هو، ومين وزراء، وكيف بيجوا، وشو دورهم بالماسونية، وأي ماسونية منهم تابعة بريطانيا ولا الولايات المتحدة، أنو محفل منهن، مش هيك؟ وأنا أعرف أسماء منهم. تمام. مش وقته الآن. طيب هذا أنت بتلعب قمار قاعد، أنت بتعمل، بعدين هذا بودرك وأنت ما بده، هذا بوديك على المهلكة وأنت ما بده. ما ياما ودوا الأمة على مهلكة، وياما قتلوا الناس ويقتلوا الملايين. طب لو كان الحكام الموجودين بيمثلوا شعوبهم، أنو استعمار بيقدر يتدخل؟ أنو بيقدر يعمل لك مصيدة؟ فيش حدا بيقدر، فيش حدا بيقدر. بالتالي الحل بشغلة واحدة، هدول ما بصيرش، لازم ينسألوا سؤال ويفهموا ويجاوبوا الناس، وتعرف الناس مش تتصرف. انت بتحكم ليش؟ ويواجهوا شعوب العالم اللي بتيجي بتقول لهم حقوق انسان، تفضلوا انتوا يا تافهين، حقنا ايش؟ احنا يفهمونا شو حقنا مشان نعرف نحكي معاه، مش يجوا يقتلونا معهم. تمام. بس سؤال واحد، ما يخوضوش الناس في تحليلات ولا في غيرها. ايش انا احلل؟ ايش كل يوم احلل كل يوم والثاني؟ كان بعدين في الاخير محللين قالوا اثرتها خدعتنا بريطانيا، خدعتنا فرنسا، خدعتنا ترامب، غير ترامب، شو هذا؟ قال بخالف اوباما. ايش هالحكي هذا؟ لو انت حل واحد، احنا بدنا نحكم انفسنا، حقنا ولا مش حقنا؟ بس لما يجاوبنا هو الحاكم بدنا نفهم شو بده يقول، مش راح يجاوب. وقتها خلص لما تثور الشعوب ما يقعدوش يقولوا لي مؤامرات استعمارية. طب ما هو الله يخرب بيته مش راضي يجاوب، ما هو مش راضي يجاوب، ما هو الاستعمار اللي بيوجهه. ايش اللي او بجاوبك بالله. ولذلك نرجع لدرعا، ويبدو كأنه ما صارش معنا وقت للتفسير. نرجع لدرعا، في معهم مجال الآن، ومجال كمان للقوى المقاتلة اللي موجودة في أماكن مختلفة، إنها تنسق مع بعضها. لعلمكم لما صارت قصة 120 كيلومتر مربع 10 في 10 الغوطة، المحاصرة سنين، تمام، بدأت قطاعات درعا تتحرك لمساعدة مين؟ الغوطة. درعا بدأت تتحرك. عارفين في دول اجت قالت لهم لا، عربية لا، طبعا لا، هاي بيجيبوا لها مداخل. لا، احنا عارفين اشي مش عارفينه انتم، احنا سامعين من الدول العظمى اشي انتم بتعرفوهوش، تخربشوش الامور. وهالكيت على فكرة اذا بتتحرك قطاعات في بلاد ثانية، قصدي في سوريا، بيبدوا يتدخلوا هذول الحبايب، شو يقولوا؟ لا، امر صعب، ديروا بالكم. والا لو كانت سوريا كلها ثايرة، كل اللي بيحملوا سلاح على فكرة متحركين، ثقوا تماما هم في مأزق كلهم. روسيا في مأزق، والإيرانيين في مأزق، إيران إذا بيستمر الوضع تنهار في طهران، الكهنة بنهاروا في طهران. تمام. فبالتالي يعرفوا هذا الكلام، انه هم يتحركوا مع بعض.
اثنين، قدر الامكان يتناسوا خلافاتهم، لانه مرات في خلافات شكليه، في خلافات مش جوهريه، وفي خلافات مصنوعه، هاي ما نقدرش عليها. اللي مين صانعها؟ الجواسيس، الدول، يعني الدول المتواطئه. لا، في خلافات بتقدرش عليها انت، بتكون مصنوعه. لكن في احيانا خلافات لناس كل واحد له ممكن نلتقي، ونرجو هذا، ومش مثل لحظه. وبيحاولوا، قال يعني هبكيت انا سمعت بعض الاعلاميين والان الباصات مستعده زي ما حصل في ايش؟ في الغوطه. ايش؟ طب الغوطه زي ما قلنا 7 سنين، هذه واسعه، هذه واسعه، وهي بوكلوا هوا فيها اصلا. ما هي فيتنام، دولة فيتنام لما قاتلت فيها وقتها امريكا كانت اعظم دولة في العالم باسلحة فتاكة وقتلت وكذا والى اخره، وطلعت هي اللي مهزومة. بعدين الشيء اللي قلت لكم اياه، مش هم تآمروا على القضية الفلسطينية؟ مش قاعد تآمروا على القضية الفلسطينية، هيها بنت 70 سنة اليوم، بنت 70 سنة اليوم. طيب بعدها طازة. شو يعني طازة؟ القضية جديدة لحد الآن، القضية جديدة لحد الآن، القضية الفلسطينية يعني انتم مالكم يعني بتنتهي بسوريا هيك؟ هايها قضية فلسطين اللي تآمروا عليها وحاولوا هايها. شو يعني هايها؟ زي كأنها بنت اليوم. هذه قضية مقدسة، بلاد الشام، عقر دار المسلمين، لا يستقر فيها لا صليبي ولا وثني شيعي. بكونش هذا الكلام. وهذه بشرت فيها حتى التوراة على فكرة، فيما يبدو أنه من العبارات الصحيحة اللي وردت فيها: ولا يترك ملكها لأحد. اللي هي لحظة، أثناء تفسير رؤية معينة لنبوخذ نصر أنه تقوم مملكة لا يدان لأحد عليها، يعني ولا يترك ملكها لأحد. لذلك هم المسلمين ما بتركوش يفهمها، المسلمين بتركوش. وقلنا تافه ايران شو بقول؟ قال يعني الاستعمار الغربي بده يعملها طائفيه. يلا يخرب بيتك، ما انت اللي بتقاتل في سوريا. هو الاستعمار اللي جابك، يعني هو اللي جابك وبتقتل الشعب السوري. طب انت وجبت روسيا ليش؟ انو الاستعمار اللي بده يعمل طائفيه. بعدين انت مسلم تيعمل بين اصلا على فكره. واحد من الايات اللي اسلم ب 2005 وبيجيبوا له، كانوا بعض المقابلات 2005 من الايات عندهم اسلم. وله محاضرات كويسه في فضائيات وعلى اليوتيوب. الكاتب؟ لا الكاتب هذا موضوع ثاني. احمد الكاتب نسف عقائدهم وبعده بقول انا شيعي. هذا شيعي ما نقدرش نكفره، لانه احنا ما بنكفرش الشيعة، بنكفر اللي بيؤمنوا بعصمة الايمان. هذول هم اللي بكفروا، هذول اللي بيؤمنوا بعصمة الايمان وانه ما يقوله شرع، هذول الكفار طبعا، 99% منهم هيك. احمد الكاتب كيف بدك تكفره مثلا؟ عم بقول لك ابدا، شو عصمة امام هاي؟ مؤيد للاسد. احنا مؤيد للاسد، هذا موضوع ثاني. صار انحرافه عن طريق الموالاة. ما هو اللي بيوالي ومن يتولهم منكم فانه طيب. فهون ايش قلنا احنا؟ واحد منهم اسلم. اللي اسلم هذا قال هم بدهم منكم ومنا. ما هو اسلم، هو قال انا اسلمت، مش تحولت من مذهب لمذهب زي ما بيضحكوا علينا. تحول. قال طب هم بيفهموش ابنائهم اصلا انه مذاهب القضيه، هم بيفهموا ابناء بربوهم من صغارهم يحقدوا عليك ويقتلوك. لذلك زي ما قلت لكم، الروس في حلب لما كان في اتفاقيات يبدو انه يطلعوا المقاتلين، الروس راحوا جابوا شرطة شيشانية مشان تشرف على الوضع، لانه اذا دخلوا الشيعة بيعملوا مذابح في الناس، مش في المقاتلين، بيعملوا مذابح في الناس. طب ليش؟ هيك مربيين، بدهم ينتقموا. قال للحسين، وهم اكبر اعداء الحسين واكبر اعداء علي والى اخره. هي اصلا لعبة من اول يوم، هي لعبة من اول يوم. طيب فهون بقول انه هذول كل اللي بدهم اياه منكم انكم تعترفوا انهم مسلمين، لانه اصلا بكل هم مش الدور
بيكون لهم مش كلامه هكذا كلامي انا، بيكون لهم مش الدور التخريبي الا لما يكونوا مسلمين، لما تعترف بينهم مسلمين. اليوم غير المسلمين قد ما يكتبوا شبهات في الاسلام بيظلهم الناس يقولوا ما هم هذول ايش؟ مش مسلمين، هذول النصارى، هذول اليهود، هذول البوذيين، هذول كذا، لكن هذول بيقول لك هي عندكم المسلمين بيقولوا. ولذلك اكثر الشبهات تاتي منهم، واكثر الثغرات اللي بيستخدموها الملاحد وغيرها هم اللي بيجيبوها. والصحابة عندهم كلهم كفار، ما أسلمش منهم إلا أقل من 10، بل على أقل من 10، بجوز 5، تمام إلى آخره. فهم بيعتبروكم أصلا، بنظروا لكم مش مسلمين لعلمكم، بنظروا لكم مش مسلمين، بيضحكوا علينا. فهو بيقول هو اللي بده منكم تعترفوا مسلمين. لما تعترفوا مسلمين الآن بدي أنبهكم لقضية أنا شاكك فيها. هذه القضية ما يلي: إنه الغرب درس الشيعة وشاف تصرفهم في أفغانستان، وكيف إنه هو تعاون مع أمريكا، وأمريكا بتعرف، وشافوا تصرفهم مع أمريكا في العراق، وتصرفهم وفتوى السيستاني بعدم جواز قتال الأمريكان، وصاروا يقتلوا، حتى الشيعة صاروا يقتلوا المسلمين لأنهم بيقاتلوا الأمريكان. مش هيك اللي صار؟ وصاروا تمام. واللي أخرج الأمريكان من العراق هم المسلمين، تمام. واللي رجعهم اليوم هم الشيعة مشان يدربوهم ويحموهم في الطائرات وهم يقاتلوا الفلوجة والموصل، تمام إلى انتبهوا. طيب الآن أدرك الغرب إنه هذول هم الحليف الحقيقي البديل عن إسرائيل. يفهموها؟ إسرائيل الآن البديل عنها المسلمين، أنهم مسلمين. اللي بيقدر ينخر ويدخل ويسيطر ويكون له تمام، هدول ثبت أصلا بالواقع. ولذلك أنا بظن إسرائيل عداوتها لإيران عداوة حقيقية، لأنها عارفة أنه انتهى دورها وأنه رايحة في الهاوية. إذا هذه الضرة فعلا بتقنع الغرب أني أنا البديل. الغرب مقتنع على فكرة أنه إيران هي الشيعة هم البديل، واللي بتشوفوها لعبة هاي كلها، واللي بتشوفوه لعبة وحرب ومش حرب وبحرب من سنين طويلة هم يقولوا حرب وبحرب. أيوة هاي التصريحات احنا شفنا العراق بيدمر، وشفنا سوريا بتدمر، وشفنا كذا الأخير، والحرب اللي بتحكوا عنها قبل العراق وقبل سوريا لحد الآن مش صايرة، تمام. ماشي. ولذلك أنا أرى أنه هناك احتمال كبير أنه العداء بين إسرائيل وإيران حقيقي. ليش؟ وأنا دارس على كثرة وعارف أنه الآن الغرب مقتنع أنه إسرائيل بتلزمش. طب البديل هاي هم بيجيبوه، بس بشرط أنه هذا البديل ما يكونش ملوث سمعته في أذهان المسلمين، لأنه إسرائيل لوثت سمعة الغرب أصلا في أذهان مليارين مسلم. وجود إسرائيل لوث سمعة الغرب، وصار الغرب مش قادر يخترقنا كثقافة نتيجة وجود إسرائيل. فإذا كان بدها تكون الآن إيران ملوثة برضو بزبطش. ولذلك يبدو إنه بيراهنوا إنه إحنا ذاكرتنا زي ذاكرة إيش اللي بيقولوا السمك، اللي هي ذاكرة قصيرة، إنه أخرى شوي بصيروا يقولوا الاستعمار فرق بين المسلمين وبين طوائفهم وعمل بينهم فتنة، وبيرجعوا حبايبنا ومن زين إسرائيل كمان. إسرائيل فهمانة بتقول، وبالتالي عارفة الضرة مين. إسرائيل عارفة الضرة مين، ضرتها، وعارفة إنها إسرائيل رايحة في الهاوية، لأنه الغرب شو إسرائيل لا والله ما أحسن أنت تشتري كلب مشان يحرسك، فتكتشف إنه أنت في النهاية بتسهر الليل كله لأنه في ناس بدهم يسرقوا الكلب. وهذول الغربيين قالوا لك شو هذه أساطيل صارت بدها تيجي تحميها، ومصالحنا مدمرة من أجل حمايتها. لا يا أخوي بتلزمناش. وأصلا الناطقة باسم البيت الأبيض لما قالت هذا الكلام قالت لا هيش إسرائيل، لا إيش هي. بعدين قالوا لها تعالي احنا مش السياسة هاي المعلنة، بصيرش تعلني استقيلي. ما سمعتوش لما قالوا لها استقيلي؟ وشفتوا لما بريطانيا راح عليها نتنياهو ونزل
واشر لبعض الناس اللي جايين يستقبلوه، ووقف قدام الباب فيش حدا يستقبله من البريطانيين، وانفتح الباب ودخلوا ما عرفناش انه اللي استقبله. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ في تحولات على فكره عميقه. اسرائيل عارفه انها رايحه في الهاويه، وانه ضرتها الان هي اللي يسوق لها، بس لابد من تسويق تلميعها، ولا في اسهل من تلميعه لما بتبدا تعطيه انت. ولذلك تستنوا شوي على التلميع، بعد ما يهلكوا الامه اذا قدروا بلمعوا هذا اللي الان في ذهنيه الامه الخاين، هذا اللي خان الامه بعد ما كانت الامه معطيته الثقه خانها وطعنها، بدهم يردوا يقولوا قال مسلمين وبدهم يعملوا فتنه طائفيه وبدهم كذا يكذبوا. احنا ايش؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد. خلاص انتهى، انكشفت. ولذلك الان انكشفت بنصير محصنين، ما بيقدروا يلعبوا علينا ولا يتخبطونا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. لا انتم مسلمين ولا احنا اخوتكم، ولا الاستعمار اللي جابكم غصبا عنكم وجعلكم تقتلوا المسلمين. ما انتم بتقولوا الاستعمار عمل الفتنه، بين مين ومين عمل الفتنه؟ بين مين ومين؟ بين الشعب والحاكم. يعني عمل الاستعمار فتنه. والاستعمار ليش بقتل الناس قاعد لحد الان؟ وليش كل يوم والثاني بيعمل لي مفاوضات وبرد يزوغ، وبيعمل وبرد يزوغ؟ وبعدين ليش بدكم تعملوا لنا انتم دستور؟ انتم بدكم تعملوا لنا دستور ليش؟ احنا ما بنفهمش يعني. كمان بدكم بدهم يعملوا لنا دستور. وين ما كان هم اللي بدهم يعملوا دستور. في مصر هم بدهم يعملوا دستور، في سوريا هم بدهم يصعدوا، في ليبيا هم بدهم يعملوا دستور. فهمتوا؟ لكن هذه الآن المقدمة. احنا الآن في مرحلة الملاحم التي تنتهي صح ولا يطول بإذن الله، وأبطال الأمة موجودين. ما نكونش احنا من المثبطين او بيثبطونا قاعد درعوا ومش درعوا المدنيين وقتلوا يا حرام مش عارفين وين يروحوا. صح لانهم هم بيضغطوا على المجاهدين بايش؟ حتى تعرفوا كيف الشعوب الاسلاميه لازم تتصرف مع هؤلاء المجرمين الصليبيين وكهنه الشيعه الوثنيين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك
فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن